السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم تشيز كيك بس بطريقة جديدة خالص. ركزوا معانا بقى في الفيديو لحد الاخر، يا رب الفيديو يعجبكم النهاردة. عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. معانا هنا بسكوت، طبعا البسكوت اللي الناس كلها بتعمله في العيد، بسكوت المقرمش او التاني اللي هو بسكوت الفانيليا دوت، اللي هو بسكوت النشادر. لو عندكم بسكوت ومتبقي منكم بسكوت كتير ومش عارفين تعملوا فيه ايه، خليكم معانا وركزوا لحد اخر الفيديو هتعرفوا تعملوا فيه ايه. طبعا هنا او تعملوا تشيز كيك كويسه او نوع حلو كويس. طبعا هنا معانا الكبه اهو، هناخد مثال بسكوت نطحنه مع بعضه زي ما انتم شايفين، بنطحنه كويس جدا وننعمه يعني زي ما انتم شايفين، تنعميه كويس جدا جدا. يعني كل ما تنعميه اكتر يكون مظبوط معاكي اكتر، يعني بتعامليه معامله البسبوسه اللي هو دي البسبوسه. او ده احنا بنطحنه على الكبه كويس جدا جدا لحد النهايه، كل شويه تنعمي عليه لحد ما تتاكدي ان هو ناعم منك. طبعا انتوا عارفين الشتا دايما بيحتاج الحاجات الحلويات والحاجات دي عشان الدفى، بتدي طاقه، بس ما تكتروش في الحلويات عشان بتتخن. طبعا هنا طحناها كلها، بنطحن البسكوت على كذا مره. طبعا لما تطحنيه انت تحطي عليه سمنه بلدي او زبده. دي زبده عندي يا دوبك بفككها بس كده تفك مش تتقدح يعني، واحط منها معلقتين ثلاثه عشان ايه، انتوا عارفين ان البسكوت اصلا واخد سمنته ولبن وكل حاجه، بس احنا بنزود عليه معلقتين سمنه بلدي بيعززوا الطعم، وكمان يدوا ريحه حلوه للصينيه اللي انت بتعمليها، وتبقى تمسك الخلطه مع بعضها كده. بتحطي بقى السمنه البلدي كده وتقلبي كويس، تدي ريحه رهيبه. نقعد نقلب فيها بالراحه بالراحه لحد ما ايه، كانك بتعملي بسبوسه. زي ايه البسبوسه بالظبط، لما بتحطي عليه السمنه تقلبيه فيها لحد ما تتشرب كله. طبعا انت وانت بتقلبي كده اصلا بتحسي ان هي زي ما تكون لسه برضو ايه ناشفه شويه، مش شاربه جامد. هنا بقى بنحط نص معلقه بيكنج باودر، وفنجان لبن، فنجان واحد فنجان لبن، وتحطي فيه سكر، مش سكر كتير لان البسكوت فيه اصلا سكر بتاعه. احنا عارفين ان البسكوت فيه كل السكر بتاعه وكل الفانيليا وكل حاجه، لان هو معمول اصلا، احنا بس فرمناه بس على الكبه يعني طحناه. ففنجان اللبن مع السمنه البلدي دوت تعزيز للريحه وللطعم، بيخليه يتماسك كويس زي ما نكون بنعمل بسبوسه بالظبط. طبعا انت وانت بعد ما حطيتي اللبن وحطيتي السمنه، برضو انت لاقيه برضو ايه يعني بيفري لسه، مش ايه، مش ملزق ولا معجن ولا كده. انت حتى لما تيجي تمسكيه بايدك هتحسي بكده. وتقلبي كويس، تقلبي لحد ما كل المكونات تتجانس معاكي. ما تنسوناش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. طبعا اللايك بيفرحنا وبيسعدنا وبيكبر القناه، دايما انتوا بتكبروا القناه وانتوا اللي بتدعمونا. زي ما انتم شايفين ناعمه ازاي بقى بعد ما حطينا الزبده البلدي المتسيحه دي، شايف في ايدك ناعم، ورغم ذلك برضو مش معجن، يعني بيفري برضو. ده بقى كده معنى لما تمشي معاه بالمعلقه كده عليه وتلاقيه بيفرد، اذا ينفع يتحط في الصينيه بقى وتفرديه. ممكن بقى تحطيه في صينيه الومنيوم، ممكن تحطي في بايركس زي ما تحبي، بس انا بحطه في الالومنيوم عشان ايه بيطلع بسرعه، يعني الحراره بتوصل له بسرعه. بتحطي بقى بتنزلي المكونات بتاعتك زي ما انت شايفه كده، وتفرديها في كويس في الصينيه. شايفين عامله ازاي، عامله زي بالظبط زي دقيق البسبوسه. بتفري معاكي كده وحلوه ومتشربه، الخلطه اللي انت حاطاها والمكونات بتبقى مظبوطه يعني. وما تسوديش سكرها لان البسكوت فيه نسبه سكر عاليه. بتثبتي بس المكونات كده ايه بتفرديها في الصينيه من تحت، بتكون سمكها حوالي 3 سنتي، يعني مش سمك عالي، عشان برضو لو سمكها عالي مش هتستوي كويس، لان انت بتحطي فوق بقى الطبقه اللي هي زي الكريمه او المهلبيه اللي احنا نحطها. بتفرديها كويس، بيبقى السطح بتاعها املس وناعم كده. بتفرديها بالمعلقه او بايديكي لو انت عاوزه زي ما تحبي. هي كده كده بتتفرد وبتمسك من جنب بعضها زي ما احنا شايفين كده، السطح بتاعها املس، ويا ريت بقى يكون الحرف زي ما انتم شايفين كده الحرف بارز شويه عن الوسط بتاعه الصينيه، عشان لما تحطي المهلبيه او الكريمه تشيلها، يعني تبان ما تبقاش تسيح تحت الصينيه، تبقى واقفه في النص وتبقى باينه على شكلها ايه، عامله شكل كده واخده وش ذهبي جميل. طبعا عندنا هنا اللبن حسب ما انت عاوزه حجم الصينيه عندك، لتر لبن او نص لتر، وتروحي حاطه عليه معلقتين نشا في معلقه ميه عشان ما يكتلش منك،
تدوبي النشا في ميه، وبعدين تحطي لي لبن وتضيفي سكر بسيط برضو ورشه فانيليا زي ما انتوا شايفين. بس تسيبي بقى اللبن يتقل معاكي، تفضلي تقلبي فيه. شايفين هو بدأ يهدر معانا كده ويغلي، بيعمل فقفيق اهو وبيغلي معانا. تقلبي كويس عشان ما يلزقش منك في الحله من تحت. مش عاوزينه يتقل قوي، يا دوبك يتقل خفيف جدا، يعني ما يكونش، يعني يا دوبك يبدأ يتماسك. وطبعا انت لما بتحطي النشا في الميه ما يكتلش منك ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين هي تقيله بسيط. ناخده بقى بعد ما غلى كده نصبه على الصينيه. شايفين تقله السمك بتاعه، يعني لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. اهم حاجه المكونات تتصب كلها على بعضها سخنه، علشان البسكوت بارد، احنا ضربناه بس على طحناه على الكبه فبارد، فعشان يسخن منك بسرعه وما ياخدش وقت وما يشربش جامد من المهلبيه فيعجن. تحطي المكونات سخنه وتدخليه الفرن على طول. بس قبل ما تدخليه الفرن لازم تحطي على وش الصينيه كده ايه حتت زبده كده. حتت الزبده دي بتخلي وشها يحمر منك بقى وتبقى روعه. وما بتنزلش، ما بتسقطش ولا بتسيح، يعني هي بتسيح بعد، ايوه زبده من دي اللي هي بتبقى كور على بعضها كده، تقطعي منها وتحطي على وش الصينيه. دي برضو بتعزز الطعم والريحه، جميله جدا. جربوها هتعجب الولاد في البيت وهتعجبكم كلكم، حلوه خفيف وحاجه من البيت، انت ما طلعتيش يعني جبت حاجه ولا مكلفه، بسكوت. شايفين توزعي حتت الزبده بقى داير ما يدور الصينيه كده وفي قلبها، وبعدين توديها على الفرن بقى على طول. زي ما انتم شايفين هي بدات تغلي في الفرن اهي، بتفقفق اهي من الجناب، وبتعلى طبعا. انت حاطه بيكنج باودر، فمن تحت البسكوت بيعلى كانه بسبوسه بالظبط، ويبقى هش وجميل. شكلها بقى بعد ما اتحمرت رهيب رهيب، زي ما انتم شايفين شكلها روعه. والزبده بقى ادت لون ذهبي، واللبن تقل مع المهلبيه، عامل شكل رائع وطعم كمان جميل. بتقطعيها بقى وتقدميها في اطباق وتزينيها زي ما انت عاوزه تحطي شوكولاته براحتك، تحطي ايس كريم براحتك، تحطي كريمه براحتك، تحطي موز، اي حاجه جنبها زي ما انت عاوزه تاكليها كده برضو بتبقى طعمها جميل جدا. هنا عملنا طبق جنبه شوكولاته، والطبق التاني كان عندنا شربات فراوله فحطينا على وشها كده، بيديها برضو طعم جميل جدا، شكلها روعه. وطبعا بتبقى جوسي جدا وطريه، ونازل عليها الكريمه نازله على وشها كده جميله جدا، وهي الصينيه متماسكه ووشها ما جروش له اي حاجه، والطبقه اللي تحت بتاعت البسكوت هشه وجميله، وبرده مش لازقه في الصينيه ولا عامله اي حاجه، يعني تيجي تاكليها تلاقيها زي البسبوسه بالظبط. احلى تشيز كيك بقى، وجربوها وما تنسوش اللايك والشير. باي باي.